السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل القمر دي. شايفين شكلها تحفه ازاي؟ مش قادره اقول لكم بقى طعمها جميل ازاي. الحجازيه الاسكندراني، طبعا الاسكندرانيه اكتر ناس هيعرفوها. لما من بره اسكندريه وما جربتهاش بجد فايتك كتير ولازم تجربيها. عايزه اقول لكم طريقتها سهله ومكوناتها اسهل من السهوله، ومش هتفشل معاكي ابدا ان شاء الله. خطوات نمشي عليها ومقادير، وهتطلع معاكي احلى حجازيه زي ما انتم شايفين. لايك حلو للفيديو، شيروا لو عجبكم. تعالوا نشوف بقى مكوناتنا. كوبايه الا ربع من الميه الدافيه، وهكتب لكم كمان المقادير بالجرامات. تمام. الميه بتاعتنا تكون دافيه مش سخنه. وهنزل بثلاث معالق من السكر. هنا هننشط الخميره بتاعتنا، ومعلقة كده من الخميرة. المعلقة دي اللي هي الباكو حوالي 10 جرام. تمام. معلقة كده كبيرة بس مش هرمية. وهقلبهم، ودي أول خطوة ابتدي بيها، واسيبهم كده على جنب بعد ما بقلبهم. نيجي بقى هنا للمكونات بتاعتنا. معايا هنا كوبايتين من دقيق السميد، والكوباية اللي هستخدمها واحدة في كل المقادير. ادي كده نزلت بأول كوباية من دقيق السميد، وادي كده تاني كوباية، ودول كوبايتين من الدقيق. الدقيق الابيض بتاعنا العادي متعدد الاستخدامات ومش منخول ولا اي حاجه. ادي كده تاني كوبايه. اهم حاجه واحنا بنملى ما نضغطش على الكوبايه. تمام. هنا بقى انا حطيت كوبايه من السمنه. الكوبايه دي ربع كيلو من السمنه. تمام. ممكن تحطي نص الكميه زيت ونص الكميه سمنه، لو انت بتحبيها تبقى مقرمشه وناشفه كده شويه تحطي نص الكميه زيت ونص الكميه سمنه. انا عشان بحبها ناعمه حطيت الربع كيلو من السمنه بس. تمام. وزي ما قلت لكم انا هكتب لكم كل المكونات بالجرامات عشان تبقى معاكي بالشعره. ونزلت هنا بشويه ملح كنت هنساهم يعني. وهبتدي بقى اقلبهم كده بالمعلقه لحد ما بس الدقيق مع السمنه. وطبعا بعد كده بقى هنستخدم ايدينا احنا الاول بس كده المعلقه، بحيث ان احنا نخلط الدقيق كله مع السمنه. مش عايزين حبايه من الدقيق مش مخلوطه بالسمنه. تمام. بعد كده بقى اشتغلي بايدك، وانزلي بقى كده بايدك ويلا قلبي، افضلي قلبي لحد ما تبسي الدقيق كله وما تلاقيش ولا ذره دقيق بقت باينه معاكي بالشكل ده. والعجينه بتبقى طريه جدا ولينه خالص معاكي. افضلي بقى كده عجيني عجيني فيها لحد ما تلاقي الدقيق كله اختلط بالسمنه كويس جدا وبقى باللون اللي انتوا شايفينه دوت. هنزل بقى بالخميره بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين مره واحده. اول ما تنزلي بيها هتتخضي، هتلاقي معاكي العجينه بقت عامله زي الشوربه كده. متتخضيش، افضلي عجيني فيها. هتلاقي السميد شرب كل السوائل اللي انت نزلتيها. بس افضلي كده عجيني فيها من تحت لفوق كده، وافضلي عجيني فيها حوالي 3 4 دقايق لحد ما تشرب معاكي كل السوائل اللي انت حطيتيها. انا كده خلصت بقى تقليب بايدي، بقيت اعملها بقى بالاسباتيولا بوريها لكم. هنا العجينه اتماسكت كده بالمنظر ده، ولا بقت بتلزق ولا اي حاجه. بقى هسيبها هنا نص ساعه بس مش اكتر من كده تخمر. تمام. هغطيها في فوطه واحطها في الفرن بتاع البوتاجاز وهسيبها بقى تخمر شويه. نعمل بقى الحشوه بتاعتنا. كوبايه من السكر، كوبايه برضو من دقيق السميد، وهننزل كده عليهم بمعلقتين مليانين كده من القرفه. الناس اللي ما بتحبش القرفه براحتك استبدليها بكاكاو خام عشان اللون بتاعها. بس عايزه اقول لكم والله القرفه بيبقى طعمها حلو فيها جدا. وهي دي الحشوة الأصلية. تمام. لحد هنا دي الحشوة الأصلية. أنا هاضيف هنا حاجة تانية بس دي من عندي، دي بقى أنتِ بتبقي حابة يعني تعزّزي النكهة بتاعتها والطعم بتاعها، أنتِ زوّدي ممكن تحطّي جوز الهند. أنا حطيت هنا سوداني، أنا باعشق السوداني. دقيته كده بس ما خليتهوش ناعم عشان تاكليه كده يبقى طعمه واضح معاكِ. ومعايا هنا فنجان من بتاع القهوة ده مَيّة، هانزل بيه شوية شوية كده وأقلّب. أهم حاجة اوعكوا تكتروا في المَيّة. المَيّة بيبقى حوالي ربع كوباية، يعني لو معندكيش كوباية القهوة دي هيبقى ربع كوباية مَيّة. تمام. هتبقوا شايفينها كده بقت عاملة زي الرملة كده المندية، بس في نفس الوقت يعني مفرفرة كده من بعضيها ومش ماسكة جامد في بعض. كده الحشوة بقت جاهزة معانا. هنجيب بقى صينية بعد نص ساعة لما العجينة خمرت. جبت بقى صينية ودهنت فيها معلقة كده من السمنة. ممكن تعمليها في صينية مستطيلة وممكن تعمليها في صينية مدورة، أي حاجة مفيش مشكلة. أهم حاجة الصينية ما تكونش كبيرة أوي على العجينة. تمام. أنا استخدمت الصينية دي مقاسها 30. هاقسم بقى العجينة بس في نُص هاكبّره سيكة كده صغيّرة علشان ده هاعمله تحت وهاعمل لها سور. يعني النُص التاني بتاع فوق هيبقى أقل حاجة صغيّرة مش كتير، بس اللي هو إيه، علشان أعمل منه السور. هانزل بقى بالعجينة. العجينة عايزة أقول لِك ليّنة جدًا وبتتفرد معاكِ بكل سهولة ومش بتلزق ولا أي حاجة.
بالراحة كده وافرديها بقى بإيدِك، افرديها بسباتيولا، بأي حاجة هتتفرد معاكِ بكل سهولة، أهم حاجة تعملي السور ده مهم جدًا عشان الحشوة. تمام، وخلّي السمك بتاعها كلّه واحد، ما ينفعش تخلّي حتّة عالية وحتّة واطية مش تضبط معاكِ خالص في شكل الصينية، فلازم تضبطيها زي ما أنتِ شايفة كده، بمعلقة بقى بإيدِك زي ما إحنا قُلنا، تمام. بعد كده بقى باجيب الحشوة بتاعتي بانزل بيها كلّها كده في النُص، وبابتدي بقى إيه أوزّعها في الصينية، وأنا باوزّعها ما باتعدّاش طبعًا السور اللي أنا عاملاه ده، تمام، باخلّي الحشوة كلّها في الصينية، بس باجي عند السور ده داير ما يدور وما باجيش ناحيته، علشان لمّا آجي أحط عليه الطبقة التانية من الحجازية ما تبقاش طالعة بقى برّه الصينية وتتحرق معانا. افردي كده بالراحة زي ما أنتم شايفين كده بالراحة عشان العجينة طرية جدًا يا جماعة، يعني وأنتِ بتفردي كده بحنيّة خالص ما تضغطيش كمان على العجينة، تمام. فردتها كده بالشكل ده ولازم تساويها عشان لمّا تحطي العجينة اللي من فوق تبقى شكلها متساوي ومضبوطة معاكِ وما تبقاش حتّة زي ما قُلنا عالية وحتّة واطية. نيجي بقى خلاص كده خلّصتِ دي للعجينة بقى التانية، جبت كيس كده بتاع تلاجة قصّيته ورُحت فرداه كده ونزّلت عليه العجينة التانية تمام، اللي هي هاحطها من فوق، دي أسهل طريقة. أنتِ ممكن تحطيها في الصينية على طول وتبتدي تفرديها، بس صدقيني الطريقة بتاعة إن أنتِ تفرديها جوّه الصينية دي ممكن ما تنجحش أوي معاكِ زي الطريقة دي، تمام. وجبت كيس تاني وعملتها على شكل دائري، ضبّطت العجينة بتاعتي على شكل دائري عشان الصينية شكلها دائري، فردتها بقى بالشكل دوّة كده بالفرادة، وفضلت محافظة إن هي تفضل كده مدوّرة زي ما أنتم شايفين. وطبعًا كنت آخدة مقاس الصينية وخلّيتها على نفس المقاس بتاع الصينية بالضبط، ما تدهنوش الورق ده أي مادة دهنية لإن العجينة فيها سمنة كتير فمش هتحتاجي مادة دهنية، بس وبتاخديها بقى بالكيس وبتبتدي تقلبيها كده زي ما أنتم شايفين كده أهو. أنا هنا كنت مقرّبة لكم الكاميرا وباقلّبها كده مع جوزي عشان تعرفوا تشوفوا كويس في التصوير. بس وبعد كده بقى تفرديها كده زي ما أنتم شايفين بالراحة، أهم حاجة اتعاملي معاها بشويش جدًا علشان العجينة ما تختلطش بالحشوة تمام، وتلاقي الحشوة طلعت فوق على الوش. ضبّطيها كده من فوق ومن الأجناب بتاعتها وخلّيها كلّها مَيّة واحدة كده، لازم السِوَى بتاعها يكون واحد زي ما قُلنا. عايزة أقول لكم بجد سهلة جدًا إن أنتم تعملوها وبتدّي معاكم كمية كبيرة جدًا، الصينية دي هتطلّع معاكِ كمية ما شاء الله أكتر من كيلو، بعد طبعًا الحشوة وكده. بتشيلي بعد كده من عليها الكيس اللي إحنا حطيناه ده. في حركة مهمة لازم نعملها علشان ما تنفُخش معانا في الفرن، بنخرّمها كده من الوش من فوق بالشوكة، بس ما تضغطيش لتحت، يعني بتخرّمي الطبقة اللي فوق بس، تمام. وبعد ما بتخرّميها بالشكل ده لازم تقطّعيها، الحجازية ما ينفعش تخش الفرن وبعد ما تطلع تقطّعيها، لازم تقطّعيها الأول. التقطيعة بقى حابة تقطّعيها سمبوكسات قطّعيها، حابة تقطّعيها بقى مكعبات كده أنتِ وراحتك، تمام. أنا قرّبت لكم الكاميرا عشان أوريكم هو بيقطّعها إزاي أهو. دي طريقة تقطيعة الحجازية اللي إحنا بنشتريها من عند المحل الحلواني، تمام. حابة بقى تعمليها بأي طريقة مناسبة ليكِ أو أنتِ بتعرفي تعمليها ما فيش مشكلة. بصوا بقى كويس وشوفوا الطريقة أهو. أنا باقرّب لكم الكاميرا على قد ما أقدر عشان تعرفوا تشوفوا الطريقة عاملة إزاي. بعد ما باقطّعها بقى باكون مولّعة الفرن قبليها ب10 دقايق من تحت ومن فوق، أنا عندي الفرن بيشتغل الشواية ومن تحت مع بعض، شغّلته كده 10 دقايق، سخّنته كويس جدًا على درجة حرارة 180 وبعد كده باطفّي الشواية باحطها بقى على الرف الوسطاني، بتاخد معايا من حوالي نُص ساعة لساعة إلا ربع، حسب حرارة الفرن عندِك. بعد نُص ساعة طلعت معايا بالمنظر ده، سِبتها بردت تمامًا، مش هينفع السكينة تلمسها وهي سخنة، هتفرول معاكِ. بعد ما بردت بقى عِدنا تاني على التقطيعة اللي إحنا كنا مقطّعينها بالشكل ده، وطبعًا بقى نزلنا بالسكينة لتحت، لإن أول مرّة لمّا قطعناها إحنا حددناها بس من فوق، علشان ما كانش ينفع ننزل بالسكينة لتحت علشان الحشوة ما تختلطش مع العجين. عايزة أقول لكم بجد تحفة، شايفين قلبها عامل إزاي، وعايزة أقول لكم ناعمة جدًا، 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 فظيعة، بجد لازم تجربوها. وزي ما قُلت لكم لو حابينها تطلع مقرمشة وناشفة، ابقوا حطوا المادة الدهنية نُصّها زيت ونُصّها سمنة. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.